قبل ما ابدأ الفيلم مش عايزك تستعجل على الحكم في الفيلم من اوله، لان ان شاء الله الفيلم ده هيشدك انك تكمله للاخر، فما تستعجلش كده عليه لانه فيلم من ايام الزمن الجميل. ويا ريت لو عجبك الملخص ما تنساش تحط لايك، ولو كنت اول مرة تتابعني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وعلشان ما اطولش عليكم يلا نصلي على النبي ونبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم بواحد ظالم اسمه تاكور، واللي بيكون واقف في وسط رجالته وبيسأل دون دراعه اليمين عمل ايه في اخر عملية تهريب، ودول بيطمنوا ان البضاعة كلها وصلت المخازن وكله تمام. وتاكور بيعرفوا ان هما الفترة الجاية عايزين يرهبوا الناس اكتر، وبيطلب منه ان هو يقتل ناس كتير ابرياء ملهمش ذنب، وبيفهموا ان هما طول ما هما اقوياء محدش هيقدر يقف قدامهم، وبيفكروا في عملية ارهابية يعلموا بيها على الحكومة. وتاكور بيبعت ابنه رام يشتغل خدام عند وزير، وبعد ما بيتأكد ان الوزير بقى بيثق فيه بيفجر البيت وبيموته هو ومراته وعياله. وعلى طول وزارة الداخلية بتتقلب، ومسؤول مفتش الشرطة بيجمع كل رجالته وبيطلب منهم يوصلوا للي عمل كده ويقبضوا عليه في أسرع وقت. وبيتحرك ضابط شرطة من عندهم اسمه كارين، وبينزل وكر المجرمين لوحده كأنه واحد عادي رايح يشتري سلاح، وبيقدر ان هو يمسك واحد منهم اسمه راميش وبيرجع بيه على الاسم، وبيفضل يعذب فيه علشان يعرف منه اي معلومات. لكن راميش مش بيرضى يتكلم، واللي بيشوفه وهو بيعذبه ضابط اسمه سوراج، وبيروح يقول لمسؤول مفتش الشرطة على الطريقة اللي كارن بيعامل بيها المجرمين. وعلى طول مسؤول بيستدعيه وبيطلب منه ان هو يغير اسلوبه، وبيعاتبه ان هو نزل وكر المجرمين لوحده من غير ما ياخد رأيه، وبيطلب منه ان هو ما يتصرفش من دماغه تاني. وبعدها كارن بيحاول ان هو يغير اسلوبه مع رامش، وبيقدر يعرف منه ميعاد عملية التهريب الجديدة لتاكور، وده لان رامش كان خايف على اخته يحصل لها حاجة، وطلب من كارن انه يحميها. بعدها بيرجع كارن ومسور البيت، وبيكون ده اليوم اللي كارن هيخطب فيه ديفيا بنت مسور، وبيكون ابو كارن موجود واللي كان بيشتغل قاضي. وبعد ما بتبدأ حفلة الخطوبة بيدخل عليهم واحد اسمه رافي اللي هو ابن مسور واخو ديفيا، واللي على طول كان بيعمل مشاكل لانه كان بيحب يساعد الغلابة، وده في ان هو يجيب لهم حقهم اللي ما قدروش ياخدوه بالقانون. ومسور دايما كان متضايق من تصرفاته، وبيروح يبارك لكارن وديفيا وبيسيبهم ويمشي. وبعدها بيجي ميعاد التهريب اللي رامش كان قال لكارون عليه، ولما بيروح بيطلع ان الميعاد فعلا صح، وبيكون رجالة تاكور كلهم موجودين ومعاهم البضاعة. ولما بيعرفوا ان هو جاي لوحده دون بيلف من وراه وبيمسكه، وبيطلب منهم انهم ما ياخدوا البضاعة ويهربوا بسرعة، وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما فعلا بيلموا كل البضاعة وبيمشوا. وكارن ما بيكونش قدامه غير دون، وبيفضل يضرب فيه وبعدها بياخده وبيحطه في الحجز. ولما تاكور بيعرف بيتضايق لان دون كان اهم راجل عنده وهو اللي بيمشيله شغله كله. وتاكور بيقول لهم على الطريقه اللي هيقدروا يخرجوها بقى دون من السجن بالقانون، لكن الاول بيعرفهم ان هم لازم ينتقموا من رامش لانه هو اللي خانهم، واللي وقتها كارون بيخرجه من الحجز لانه ساعده. واللي بيشوفه وقتها سوراج وبيروح له وبيطلب منه ان هو يوصله، وبيغدر بيه وبياخده وبيروح لتاكور، وبيطلع ان سوراج ده ظابط خاين وانه بيشتغل لحساب تاكور. وتاكور بيهدده ان هو هيقتل اخته لو ما سمعش كل اللي يقوله عليه. ولأن رامش كان بيحب أخته وكان بيخاف عليها بيوافق على تاكور بيقولهوله، واللي هيحصل بمساعدة رغاف. وتاني يوم بياخد رغاف وبيروح لكارن وبيعرف ان هو كان مجرم متاب، والغرض من المقابلة دي ان هما كانوا يصوروا رغاف وهو بيسلم على كارن. وبيجي يوم محاكمة دون، وتاكور بيكون جايب محامي مخضرم مخسرش في حياته ولا قضية وبيقدر ان هو يلعب بالقانون، وبيكون مستدعي رامش وبيقدر ان هو يثبت ان كارن كان قابض عليه من غير اي اتهامات. ولما سألوا كارن ايه اللي خلاك تقبض عليه، كارن قال لهم ان هو تاجر سلاح، وان كل السلاح اللي مسكناه ده هو اللي كان بيبيعه. ولما المحامي سأله على المحضر اللي هو عمله لما قبض عليه، كارن قال له اللي هو ما عملش محضر، وانه بعد ما قال على مكان العملية الجديدة سيبته يمشي. وطبعا ما كانش في حد مصدق كارن في اللي هو قاله. وفجأة بيلاقوا سراج داخل وماسك رغاف وبيقول لهم ان هو ده المجرم الحقيقي. ولما بيحققوا مع رغاف بيقول لهم ان السلاح اللي مسكوه ده كله بتاعي، وبيتبلى على كارن وبيقول لهم ان هو اللي كان بيساعده في شغله. وكانت الصدمة للقاضي اللي هو ابو كارن لما بيلاقيهم مصورينه وهو واقف معاه، وما كانش عارف يساعد ابنه ازاي لان كل الادله كانت ضده. وبعدها بيطلع دون ورامش براءه من القضيه، وبيحكم على رغاف بالسجن 8 سنين، اما كارن ابنه فحوله للمحاكمه العسكريه. وفجأة بيتغير على كارن كل اللي كانوا حواليه، حتى مسور كان عايز يفسخ خطوبة بنته منه رغم انها كانت لسه بتحبه وعايزاه. بعدها رامش بيحس بالذنب وبيروح للقاضي وبيعرف ان هو ظلم ابنه، وبيبتدي يحكي له على كل الحقيقة. وفجأة بيلاقوا تاكور واقف قدامهم، ولما رامش بيحاول يهرب بيلاقي رجالة تاكور بره وبيضربوه بالنار. وبيروح لأخته ناتاشا وبيعرفها ان تاكور هو اللي قتله، وبعدها بيموت. وناتاشا بتوعده ان هي هتنتقم له منه. ولما كارن بيرجع البيت بيتصدم لما بيلاقي ابوه مشنوق، وبيفتكر ان هو انتحر بسبب اللي حصل له، وبتتقلب حياة كارن لجحيم. ومش بس كده، ده كمان لما بيرجع شغله بيلاقي مسور نقله لاخطر مكان فيه مشاكل، وبيطلب منه كمان ان هو ينسى انه كان خاطب بنته.
وقبل ما بيمشي ديفيا بتروح له وبتعرفه ان هي لسه بتحبه وان هي متأكدة ان هو بريء، لكن كارن بيطلب منها ان هي تنساه وبيسيبها ويمشي. ولما بيوصل لاسم الشرطة اللي اتنقل ليه بيلاقي كل حاجة فيه بايظة ومفيش أي نظام ولا مسؤولية. ولما بيطلب يشوف المحاضر اللي موجودة بيلاقي كل البلاغات في واحد بس اسمه سينج. وفي الوقت ده سينج بيكون فاتح خزنة مليانة دهب وفلوس، بس الغريب ان هو ما خدش منهم حاجة لانه كان بيدور على عقد ارض، والعقد ده بيكون لواحدة غلبانة وواحد ظالم ضحك عليها وخده منها. وبيروح الظالم ده لكارن وبيعرف ان هو اتسرق على ايد سينج، وبينزل كارن لسينج علشان يقبض عليه وبيفضلوا يضربوا في بعض هما الاتنين لحد ما كارن بيقدر ان هو يمسكه وبيوديه الحجز. وبعدها بيلاقي واحدة من اهل القرية جاياله ومعاها العقد وبتطلب منه ان هو يخرج سينج لانه انسان شريف، وبتديله العقد وبتقوله رجعه لصاحبه اللي هو اساسا مش صاحبه واللي ضحك عليا فيه وخد الارض مني. وكارن بيعرف ان سينج مظلوم وانه فعلا بيساعد الغلابة اللي مش قادرة تاخد حقها بالقانون، وبيولع في العقد قدام الظالم. وسينج بيفضل يضحك وهو فرحان وبيقول لكارن ان هو اول مرة يشوف ضابط شريف وملتزم وما بيعملش حساب لحد وبيطبق القانون، وبيتفقوا ان هما يكونوا ايد واحدة ويقضوا على الشر. ولما كارن سأله على السبب اللي بيساعد بالغلابة ويعرض حياته للخطر، سينج بيبتدي يحكي له على اللي حصل له وهو صغير، وقال له زمان ابويا كان انسان شريف وشجاع وبيحارب علشان بلده، وفي يوم لقى واحد اسمه تاكور داخل عليه ومعاه اسلحة وبيطلب منه ان هو يخبيها عنده كام يوم، وده لان محدش كان هيشك في ابويا ان هو عاين حاجة عنده زي كده. وبيعرفوا ان ابوه على طول راح وبلغ الشرطة، ومفتش الشرطة بيعرفوا ان هم هيراقبوا البيت عنده، واول لما تاكور يجيلك هنقبض عليه علشان يكون متلبس. لكن تاكور بيعرف اللي حصل وبيروح له على طول وبيقتل ابويا قدام عيني، وبيخلي واحد من رجالته هو اللي يلبس القضية. ولما حاولت اثبت ان تاكور هو القاتل الحقيقي محدش صدقني، ومن يومها قررت ان انا ماخدش حقي انا وغيري غير بايدي. ولما كارن بيعرف ان عدو سينج هو عدوه بيتفقوا ان هما يتعاونوا مع بعض ويبقوا اخوات. بعدها تاكور بيروح لبوجينج اللي كان ماسك منصب كبير في الدولة وبيطلب منه ان هو يساعده انه يخرج رغاف من السجن، وبوجينج بيعرفه ان هو موضوعه بسيط وبيقول له انت ممكن تخطف بنت مفتش الشرطة وتهدده بيها، وبعدها غصب عنه هيخرج رغاف. وعلى طول تاكور بيخطف ديفيا وبيتصل بمسور، لكن مسور فاجئهم كلهم لما قال له ان هو مش هيفرج عن رغاف حتى لو كانت حياة بنته هي التمن. ولما رافي بيسمعه ما بيكونش مصدق اللي سمعه وبيستحقر ابوه، وبيقرر ان هو اللي يروح وينقذ اخته، وبياخد طيارة هليكوبتر وبيروح للسجن وبيقتل الحراس وبينده على رغاف، ورغاف بيروح له وبياخده وبيمشوا وبيوديه لتاكور، وتاكور بيديله اخته وقال له انت دلوقتي في عداوة بينك وبين الحكومة، وعدو الحكومة أنا ممكن أساعده في أي حاجة هو عايزها. ولما رافي بيرجع بأخته البيت مسور بيكون عايز يقبض عليه علشان هرب رغاف، وكره رافي لأبوه بيزيد أكتر وبيسيب البيت وبيمشي وبيقرر إن هو ما يرجعش تاني. ومسور بيأمر رجالته إن هم يدوروا على ابنه ويقبضوا عليه، وبيأكد عليهم إن هو محدش يعمل حساب إنه ابنه، وكمان بيقول لهم لو حاول يهرب منكم اقتلوه. وما بيكونش قدام رافي غير ان هو يروح لتاكور ويتحمى فيه ويبقى واحد من رجالته، وبيتحول رافي المجرم غصب عنه. وعلشان يختبروا ولاءه ليهم بيطلبوا منه ان هو يقتل كارن لانه مضايقهم في شغلهم، واللي بتسمعهم ناتاشا اخت راميش اللي تاكور قتله، واللي بتكون شغاله عند تاكور في بيته علشان تنتقم منه، وبتكون على علاقه بواحد صحفي اسمه شريكانت وبتنقل له كل اخبار تاكور علشان تنتقم منه. ومن الناحيه التانيه شريكانت بينقل كل الاخبار لمفتش الشرطه واللي بيشوفهم هم سوراج، وعلى طول بيروح يحكي لتاكور على اللي حصل. بعدها بيجي وقت الانتقام من كارن، ولما بيصحى بيلاقي نفسه مربوط وقدامه دون وسوراج، لكن كانت الصدمه الكبيره ليه لما بيلاقي رافي معاهم، وبيتصدم اكتر لما بيعرف منهم ان ابوه ما انتحرش وان هم اللي قتلوه شنقوه علشان يبان ان هو انتحر، وبيرشوا بنزين حوالين البيت كله وبيولعوا فيه، والنار بتكون حوالين كارن من كل مكان. ولما سينج بيشوف النار بيكون عايز يدخل علشان ينقذه، لكن الناس بتمنعه وبتعرفه ان الوقت اتاخر والنار مسكت في البيت كله، والكل بيزعل عليه بعد موته. وسينج بيوعده ان هو هيمشي من القريه وينزل يعيش في المدينه وهيفضل يدور على اللي عمل كده لحد ما ينتقم منه. لكن بعد شويه بيطلع كارن من النار وما بيكونش مات، وده لان رافي قبل ما يمشي حدف له سكينه علشان يقدر ينقذ بيها نفسه، وبيقرر ان هو ما يعرفش اي حد ان هو لسه عايش، وما بيكونش شايف اي حاجه قدامه غير الانتقام من تاكور. ولما سينج بينزل المدينه بيشوف واحد وهو بيسرق واحده اسمها رينو، وبيقدر ان هو يرجع لها حاجاتها وبيطلب منها انها تشوف له شغل، وبتطلع رينو دي بنت الوزير اللي تاكور بيتحمى فيه، وبيعرف ان هو من النهارده هيكون الحارس الخاص بتاعها. بعدها كارن بيفجر عربيه ولاد تاكور لكنه مش بيرضى يقتلهم، وبيتصل بيه من غير ما يعرفه هو مين، وبيقول له انا كنت ممكن بسهوله اقتل عيالك لكن مرضتش وسبتهم لحد ما يولعوا هم في جثتك، وبعد كده هبدا اقتل فيهم بمزاج. وتاكور بيكون قلقان وبيفتكر ان شركانة الصحفي هو اللي متصل بيه وبيهدده، وبيطلب من رافي ان هو يقتله، لكن الاول لازم تروح البيت عنده تشوف اي اوراق او مستندات يستخدمها ضدنا. وبيروح رافي وبيلم اي حاجه موجوده في البيت،
لكن وهو طالع كارن بيكون جاي وبيفضلوا يضربوا في بعض. ولما رافي بيشوفه بيعرف ان هو كارن، وبيبتدي يحكي له على ايه اللي خلاه يشتغل مع تاكور، وبيعرف ان هو دخل في وسطهم علشان ينتقم منهم، وده لان القانون بتاعنا مش هيقدر عليهم لوحده، وبيتفقوا ان هم يكونوا ايد واحده ويساعدوا بعض. ولما رافي بيرجع بيكون دون عايز يعتدي على ناتاشا، ورافي بينقذها منه وبيفضل يضرب فيه، وبيقربوا من بعض اكتر، وكل واحد فيهم بيعرف حقيقة التاني. بعدها الصحفي بيرجع وبيعرف ان كل الادله اتسرقت، وعلى طول بيتصل بمسور وبيعرفه ان حياته في خطر، وبيطلب منه ان هو يبعت له حراسه. ومسور بيتصل بسوراج وبيحكي له اللي حصل، وبيأمره ان هو يروح يحمي الصحفي ده. وطبعا بيتصل بتاكور وبيعرفه اللي حصل، وتاكور بيبعت واحد كأنه جايب له لبن، وسوراج بياخده منه وبيديه للصحفي، وبيطلع ان اللبن ده مسموم وبيموت بعدها على طول. بعدها كارن بيعرف ان تاكور هيعمل شغل مع واحد اسمه هاتري، لكنهم ما بيكونوش عارفين بعض ولا شافوا بعض قبل كده. وكارن بيروح له وبيربطه وبيتنكر كأنه هو، وبياخدوه وبيروحوا على مخزن السلاح. ولما بيوصل بيكون مستغرب ان الشرطه هي اللي بتحمي المكان، وبيعرف ان سراج هو اللي جايبهم هنا. واول لما بيدخل المخزن بيولع ديناميت وهو ماسكه في ايده، وكلهم بيخافوا وبيطلعوا يجروا. وبيفجر كارن المخزن كله بكل الأسلحة اللي فيه، اللي هي يعتبر راس مال تاكور كله، وبيخسر تاكور كل تجارته. وطبعا بيكون متضايق جدا وعايز يعرف مين اللي عمل كده. وكارن بيتصل بيه تاني من غير برضه ما يعرفه هو مين، وقال له انا فكرت الاول قبل ما اقتلك ان احرق دمك على فلوسك اللي قعدت تجمع فيها سنين من دم الغلابه. ورافي بيقترح عليه ان هو يسرق البنك المركزي علشان يعوض خسارته. ولما بيروحوا للوزير وبيحكوا له علشان يحميهم بعد ما يسرقوا البنك، سينج بيكون واقف وبيسمعهم. ورافي بيروح يقول لكارن وبيقول ان دي فرصتك علشان تقتلهم. وفي وقت العمليه بيروح للسوراج اللي بيكون واقف يحميهم من بره، وبيقول له ان هو هيقتله لو ما دخلش يقبض عليهم. وبيدخل سوراج بيكون كارن واقف وراه، ولما بيضرب نار عليهم بيعرف ان هو خاين وبيقتلوه. وبعدها بيدخل كارن وبيكمل عليهم، وسينج بيكون موجود في البنك وقتها وبيساعدهم، وبيشوف كارن وبيعرف ان هو لسه عايش، وبيقدروا ان هم يهربوا وبيروحوا لتاكور، بس بيكون ابنه مصاب، وبيعرفوا ان كارن لسه عايش وان هو اللي ورا كل اللي بيحصل لنا ده. وبعدها بيموت، وانتقام تاكور لكارن بيزيد اكتر. وبعد ما بيولعوا في جثته بيلاقوا كارن جاي لهم، بس قبل ما بيضربوا عليه نار بيكون سينج موجود لانه كان جاي مع الوزير، وعلى طول بيرفع عليهم سلاحه وبيفكر تاكور بيه، وبيفكروا باليوم اللي قتل فيه ابوه قدام عينيه. بعدها رافي هو كمان بيرفع عليه سلاحه وبيعرفه ان هو دخل في وسطهم علشان يعرف مين كل الخونه اللي بيساعدوه، وبيرمي عليهم متفجرات وبيهربوا هما التلاته، وبيرجعوا لديفيا اللي ما بتكونش مصدقه ان كارن لسه عايش. بعدها الوزير بيروح لمسور وبيعرفه ان هو عارف فين مكان المجرمين، وبيعرفوا على الوكر. وعلى طول مسور بياخد رجالته كلها وبيروح هناك، لكن بيطلع ان ده كمين، ورجاله تاكور كلها بتكون موجوده هناك وبتحوط المكان، وبيمسكوهم كلهم وبيحبسوهم عندهم. وبيشكر الوزير على الخطه الاولى اللي نجحت، وبيعرفوا على الخطه التانيه، وبيخلوا الاعلام كله يقول ان اللي خطف رجاله الشرطه هم رافي وسينج وكارن. ولما التلاته بيعرفوا بيكونوا عايزين يعرفوا فين مكانهم علشان يروحوا ينقذوهم، وبيعرفوا ان الوزير خاين وبيروحوا له علشان يعرفوا منه المكان، لكن الوزير بيكون عامل حسابه وبيقبض عليهم هم التلاته. وتاكور بيبعت رساله للشرطه وبيقول لهم ان مسور ورجالته معايا ومستعد ان انا اعمل بدل بينهم وبين التلاته اللي انتوا قبضتوا عليهم. ولما الشرطه بترفض، تاكور بيعرفهم انهم هيقتلوا كل ساعه واحد منهم، ولما بيتاخروا عليه بيقرر ان هو يقتل اول واحد منهم. ومسور بيعرف ان هم مش خايفين وانهم هيفضلوا يخدموا القانون لاخر عمرهم. وتاكور بيقول له خليك طول عمرك عايش في الوهم اللي انت فيه، وبيعرف ان هو ظلم كارن وفصله من شغله رغم ان هو بريء وانا اللي لفقت له التهم دي كلها. وكمان عايز تقبض على رافي ابنك رغم ان هو دافع عن شرف اخته اللي انت معرفتش تحميه. وبيقتل اول واحد منهم وبيبعت جثته للشرطه. وعلشان تاكور يأمن نفسه خطف بنت مفتش الشرطة وقبض على ناتاشا علشان عرف ان هي بتخونه، وكمان خطف بنت الوزير علشان يتأكد ان هو مش هيغدر بيه. وبنت الوزير بتلومه وبتقوله انت كنت مستني ايه من السكة اللي انت كنت ماشي فيها. وبعدها ام رافي بتروح للقسم وبتعرف ان هم خطفوا اخته، وبيمثلوا ان هم بيضربوا في بعض علشان يفتحوا عليهم الزنزانة، وفعلا بيفتحوها وبيضربوا العساكر وبيقدروا ان هم يهربوا، وبيجيبوا ناس عادية وبيلبسوهم لبس شرطة وكأن الشرطة جاية تسلمهم لتاكور زي ما كان عايز. وتاكور بيطلب من دون ان هو يقتلهم كلهم اول ما يقربوا من هنا، وبتبدأ عملية البدل وبيروحوا لهم هم التلاتة وهم ماسكين متفجرات في ايديهم. ولما بيقربوا منهم بيرمى عليهم القنابل وبيفجروا المكان كله، ومسور هو ورجالته بيرمى عليهم متفجرات، وبتبدأ رجالة تاكور تقع وتموت. وبيطلعوا هم التلاتة بأسلحتهم وبيبدأوا يقتلوا في الرجالة اللي باقية من تاكور وبيدمروا المكان كله. ولما تاكور بيلاقي نفسه لوحده وبيحس ان نهايته قربت بيطلع يجري، لكنه بيلاقيهم مستنيينه وبيفضلوا يضربوا فيه هم التلاتة، وبيقع على سلاح لكنهم ما بيكونوش شايفينه.
وقبل ما بيقتلوه ماسور بيطلب منهم ان هم يسيبوه والقانون هو اللي يعاقبه، لكن لما بيضرب ماسور بالنار بيضربوا عليه نار هم التلاتة وبيقتلوه، وبعدها تاكورو بيموت وبينتهي الظلم معاه، وبعدها الشرطة بتيجي وبتقبض عليهم، وبيجي الوزير بعد ما حس بالندم وبيعترف انه مجرم، وبيعرف ماسور ان التلاتة دول اشراف وما يستاهلوش اي عقاب، والمفروض ان هم يتكرموا من الدولة. وماسور بيطلب من رجالته انهم يسيبوهم، وبيروح لرافي ابنه وبيحضنه وبيتأسف له على كل اللي عمله فيه، وبيخلص الفيلم على كده. اللي كتب السكريبت ده ومنتج الفيلم شيماء جمال، أداء صوتي كريم عادل. يا ريت لو عجبك الفيديو تحط لايك، ولو أول مرة تتابعني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك إشعار بأي فيديو جديد هنزله. وما تنسوش تعملوا فولو للإنستجرام ولايك لصفحتي على الفيس وتشتركوا في قناتي على تليجرام. يلا سلام.